اهلا وسهلا. اللي ما كيعرفش يسير كلامه كيخسر الصداقات نتاعو. هاد الحكمة عندها معنى عميق وكبير، وكتعكس واحد من الدروس المهمة في الحياة. هاد الحكمة كتعبر على أن الكلام هو سلاح ذو حدين. إذا ما سيرناهش بحكمة ممكن يدمر العلاقات مع الناس، خاصة الصداقات. الكلام الزايد، الغلط أو اللي ما كتفكرش فيه قبل ما يخرج ممكن يسبب مشاكل كبيرة ويخليك تخسر ناس مهمين في الحياة. مثال، تخيل واحد الصديق كيهضر على صاحبه قدام الناس وكيقول كلام ممكن يضايقه أو يحرجه. هادشي ممكن يسبب مشاكل كبيرة في الصداقة، وحتى ممكن يخليهم يتفارقوا. لماذا الكلام مهم؟ أولا، الكلام كيخلي العلاقات تكون قوية. إذا كنت كتهضر بحكمة ولطف الناس كتحس بالاحترام والمحبة، وهذا الشيء كيخلي العلاقات تكون قوية. ثانيا، الكلام كيخلي الناس تثق فيك. اللي كيهضر بحكمة ومسؤولية كيكون عنده ثقة الناس، وحتى كيكون مرجع لهم في المشاكل. ثالثا، الكلام كيخلي المشاكل تقلل. إذا كنت كتهضر بحكمة كتقدر تحل المشاكل بدل ما تزيد تعقيد. كيفاش نطبق هذه الحكمة في الحياة اليومية؟ أولا، في الصداقات، خليك دايما مهتم بمشاعر أصحابك وتفكر قبل ما تهضر. إذا كاين شي كلام ممكن يضايقهم حاول تغير الطريقة اللي كتهضر بها. ثانيا، في العائلة، وطبعا العائلة هي الأهم، وخليك دايما حذر في الكلام معهم. حتى إذا كان هناك مشاكل حاول تحلهم بالحوار الهادي. ثالثا، في العمل، فالشغل الكلام مهم جدا. إذا كنت كتهضر بحكمة كتقدر تبني علاقات جيدة مع الزملاء والمديرين. رابعا، في التعامل مع الناس بشكل عام، كيخليك دايما محترم ومهذب في الكلام حتى مع الناس اللي ما كتعرفهمش. هذا الشيء كيخليك تحافظ على صورتك الإيجابية. نصائح باش تسير كلامك. أولا، فكر قبل ما تهضر. دايما خذ وقتك باش تفكر في الكلام اللي باغي تقوله وتأكد أنه ما كيسببش مشاكل. ثانيا، السمع أكثر ما كتهضر. الاستماع للناس كيخليك تفهم المشاكل نتاعهم. ثالثا، تجنب الكلام الزايد. الكلام الزايد ممكن يسبب مشاكل، هذا كيخليك مختصر وواضح. رابعا، استعمل الكلمات الإيجابية. الكلمات الإيجابية كتخلي الناس تحس بالراحة والفرح، لهذا حاول دايما تستعملها. خلاصة من هذه الحكمة كتعلمنا أن الكلام هو أداة قوية، وإذا ما سيرناش بحكمة ممكن ندمر علاقتنا مع الناس. ولهذا خليك دايما حذر في الكلام وتفكر قبل ما تهضر. هذا الشيء كيخليك تحافظ على صداقاتك وعلاقاتك مع الناس، وتكون شخص محترم ومسؤول. شكرا وإلى اللقاء.